السلام عليكم. بما اني استاذه في البسبوسه بشهاده الجميع، ففي دقيقه واحده هقولك ازاي تعملي اجمد صينيه بسبوسه في العالم. في حله هحط كوبايه حليب 200 مللي تقريبا، وكوبايه سكر وثلاث معالق كبار من السمنه. هضيف كمان معلقتين كبار من عسل الجلوكوز او عسل النحل. قلبي بقى كل المكونات دي على نار هاديه لغايه ما تسخن مش تغلي. وطفي بعد كده النار وضيفي رشه بيكنج باودر على طرف معلقه صغيره. قلبي كويس، وبعد كده انزلي بنص كيلو من دقيق البسبوسه. انا استخدمت دقيق سايب، بس نوعه كويس قوي، هاتيه من عند حد مضمون علشان تاخدي نتيجه حلوه. قلبي كويس بدون مبالغه في التقليب علشان البسبوسه ما تنشفش منك. وفي صينيه مدهونه سمنه انزلي بالخليط وفرديه كويس، ودخلي الصينيه دي التلاجة على ما تسخني الفرن. دخلي الصينيه على درجه حراره 200، وبعد كده ابدأي اعملي الشربات. في حله هحط كوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين ونص من الميه وشريحه ليمون. يغلوا مع بعض لمده 4 أو 5 دقايق. بعد كده طفي النار وضيفي ظرف فانيليا ومعلقه كبيره من السمنه البلدي ما تنسيش. واول ما البسبوسه تخرج من الفرن بتتسقي على طول بالشربات السخن. غطيها وسيبيها تتشرب الشربات على مهلها. لو عاوزاها تتقطع معاكي قطع بالشكل ده ما تبقاش مفرفته، يا تسيبيها لتاني يوم او دخليها التلاجة لمده ساعه على الاقل قبل التقطيع. زينيها بقى بحته قشطه ومكسرات او اي صوص تحبيه. جربيها وتعجبك، وربنا يحسن دايما ما بين ايديكي. اشوفكم على خير. كنت معاكم شيماء الحلواني. مع السلامه.